طفل الراعي يصرخ: هذه مزيفة، ليست الذئب ذو الرأسين. تسقط الكؤوس من الأيدي من مفاجأة خبر الطفل الراعي. انعقاد مجلس الجوك لاختيار الخان الجديد، وبلامير يأمل خطة للطفل من القائد كوزو لمعرفة مكان الذئب ذو الرأسين. قصة الفتاة إنجي من المحارب كوزو لاستعطاف الطفل فيخبره. يامان ينجح في حفر النفق ويتم لقاؤه مع صرمة واحتضانها. أكيز وصرمة ينجحا في الهروب من نفق بمملكة جوك للخارج. الأمير الناقص باتوغا يبكي لفراق أكيز أثناء الهرب من النفق. الأمير كايا يهاجم مملكة الجبل ويشتبك مع أكيز عند المقابر. انزعاج ملكة الجبل تشولبان برؤية محاربيها الثلاثة أحرار. كانت هذه العناوين وإليكم التفصيل. فقد نرى في الإعلان للحلقة السادسة من مسلسل الملحمة بأنه يتم انعقاد مجلس الجوك لاختيار خان جديد، وأثناء وضع المائدة والتحضير للمجلس يدخل الطفل الراعي الذي قابل على النهر أكيز قبل ذلك في الحلقة الأولى، وقد عرفته بنفسها ولبست له القناع الخاص بالذئب ذو الرأسين، وقالت له أن هذا سر بيني وبينك فلا تشي لأحد. هنا يدخل الطفل الراعي أثناء انعقاد المجلس ويصرخ: هذه مزيفة، هذه ليست الذئب ذو الرأسين. هو لا يعلم أن اسمها أكيز، بل كل ما يعلمه أنها الذئب ذو الرأسين. لهذا الخبر يندهش الجميع وينظرون إليه وتسقط الكؤوس من الأيدي. مفاجأة خبر هذا الطفل تجعل الجميع يلتفت، ومن كان يشك في أنها مزيفة أصبح الآن متيقن. فالطفل لا يكذب وليس له مصلحة إنه يقول هذا الخبر تلقائيا ببراءة الأطفال. ويأتي انعقاد المجلس لاختيار الخان الجديد، وبلامير يبتسم ويضحك ويظن أن نصف المجلس الذي كان يؤيده فيما مضى ما زال على حاله. وقد رأينا في الحلقة الثالثة بأن الملك الباغو يوصي أبنائه بأن يتم شراء النصف أمراء المجلس الذين يختصون ببيلامير. معنى ذلك بأن اختيار سيقع على إحدى أمراء مملكة جوك وليس بلامير، ربما كايا، ربما الأمير تيمور، وربما تحدث مفاجأة ويظهر الذئب ذو الرأسين الحقيقي، وهو الذي سيوحد الأتراك، الأمير باتوغا الذكي الفطن، وليس الأمير الناقص كما يعتقدون. أما كيف سيحاولون معرفة مكان الذئب ذو الرأسين من هذا الطفل؟ يظنون أنه ما زال طليقا وعلى صلة بالطفل، فيخططون له خطة ومكيدة، فيأتوا بالقائد الخاص بالأمير كايا وهو المحارب كوزو، ويتم تقييده وضربه أمام هذا الطفل. وبعد انصراف الحراس يحكي كوزو قصة عاطفية للطفل بأنه لا يعرف مكان حبيبته إنجي، سماها إنجي، ويقول له أنها الذئب ذو الرأسين حتى يستدر عاطفته، فإن كان يعلم الطفل مكانها فسوف يخبره. أما يامان فقد نجح بعد توصية الأمير باتوغا له في الحلقة الخامسة بأن يجد له رجل قوي يساعده في حفر النفق، وقد تم بالفعل حفر النفق وتحرير أكيز وصرمة والهروب منه، والمشهد الجميل العاطفي وصرمة تجري وتركض نحو يامان ويحتضنها ويرفعها من على الأرض.
أما أكيز وبتغ يبكي لفراق حبيبته أكيز، والدموع تظهر على عيناه ويتمنى لو لم تهرب، لكن المحب يحب الحرية لمن يحب. لذلك الأمير الناقص يبكي من الفراق لمحبوبته، لكنه سعيد بأنه استطاع أن يهربها من هذا السجن أو من هذه العبودية كخادمة لإخوة الأمراء أو له. أما بعد الشكوك التي وضعها هذا الطفل الراعي في صدور وأفهام وعقول جميع من في مملكة جوك، جعلهم يبدأون في البحث عن من يكون الذئب ذو الرأسين وأين هو. ولذلك يذهب الأمير كايا ببعض الجند معه ويتم مهاجمة مملكة الجبل، ويشتبك مع أكيز عند المقابر، بل ومع الملكة شلبان نفسها، ونرى الصراع بينهما ولا نعلم من ستكون الكفة الراجحة، ولكن محتمل أن تكون لأكيز ويامان وتشلبان وصرمة وباقي المحاربين. فربما أتى الأمير كايا ببعض الجند فقط للبحث وليس للغزو أو الاحتلال أو القبض على أحد ما. في هذه الأثناء وقبل ظهور كايا دخل الثلاثة الأصدقاء المخلصين لبعضهم البعض، وهم أكيز ويامان وصرمة، على الملكة شلبان، وكانت في يدها كأس تشرب، فألقته جانبا وانزعجت واندهشت من مجيئهم، وعلمت بأنه لن يهدأ ملك جوك إلا وسوف يتم البحث من جديد عن الذئب ذو الرأسين، وسوف يداهم قبيلتها. لذلك انزعجت وما أحبت أن يتخلصون، ولكن لابد أن عندهم المبرر، إما أن يعيشون خارج القبيلة ومملكة الجبل، وإما أي اتفاق سوف نعلمه إن شاء الله تعالى في الحلقة السادسة القادمة. فإلى ذلك الحين نستغفرك اللهم ونتوب إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأدعوكم للاشتراك وتشريفي بالقناة، وأهلا وسهلا بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.